اهلا بيكم معايا في فيديو جديد، وشكل الكم اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده هو اللي هنتعلمه مع بعض النهاردة. اول حاجة هاخد طول الكم كامل زائد 5 سنتي خياطات، ومن بعدها هاخد 12 سنتي زيادة فوق ارتفاع الكم. وده بالنسبة للبومبي اللي احنا هنعمله واللي انتوا شايفينه في الصورة عند الكتف. اول حاجة خط الطول كان 60 سنتي، 60 و5 هيبقى معايا 65 سنتي. ال5 سنتي دول خياطات وتنايات، وهاخد خط بالعرض كده علشان دي المساحة بتاعة الكم. هاخد 12 سنتي فوق ارتفاع الكم، وده هيبقى للارتفاع البومبي بتاعنا اللي هلمه بكشكشة. بعد كده ده هيبقى شكل راس الكم من فوق. هاجي هنا هاخد نص دوران الاسورة زائد 8 سنتي، يعني لو الاسورة معايا 20 نصها 10، 10 و8 18. هاخد نقطة عند ال18 سنتي وهعلم الاسورة بتاعتي. حبيت اخد الاساسي الاول اللي هو 10 سنتي واحط نقطة، وبعد كده اخد ال18 سنتي عشان اعرف نفسي فين الاساسي وفين الزيادة اللي هشتغل عليها. حطيت نقطة عند الاساسي ونقطة عند الزيادة اللي هشتغل عليها، مجرد حاجات بتفكرني وتقولي ان هنا الاساسي وهنا الزيادات، عشان ما ادخلش بالكسرات بتاعتي على الاساسي. فلازم ابقى فاهمة ان اسورتي هي هنا والزيادات هنا. هاجي هنا عند الكم بتاعي وانزل لتحت 14 سنتي، ومن النقطة ال14 برتفع بخط مايل لنهاية الكم، لنهاية طول الكم اللي هو كان 65 سنتي. لسه ما جيناش خالص جنب الارتفاع بتاع الكم الزيادة، ده حاجة لسه سايبينها. القماشة بس حرير فمتعبة شوية في الشغل من اللمسة بتتحرك. هاجي عند الخط المايل ده وهقسمه على 4، يعني هشوفه مثلا لو هو طلع مثلا اي رقم هقيسه وهقسمه على 4 واحط نقط على الخط نفسه عند كل ربع في الخط. بعد كده هبدأ ارسم الحردة بتاعتي بتاعة الكم من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بتبقى محتاجة تمرين وممارسة. ده شكل الكم من فوق. هرتفع براس الكم دي بنص راس الكم اللي هي كانت لفوق، هرتفع بيها لل12 سنتي اللي فوق. هدمج الخطوط مع بعضها اللي هو الراس الكم اللي من تحت مع راس الكم اللي هي كبرت بقيت لفوق 12 سنتي ارتفاع زيادة. وبعد كده هاخد الكم بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اوصله ببعض. ومعلش المارك شوية لون الفستان، بس الفستان كان فيه الوان كتيرة جدا، فكل الماركات تقريبا كانت هتبقى نفس اللون بتاع الفستان. هبدأ اقص ارتفاع الكم مع ارتفاع الكم اللي هو بزيادة 12 سنتي مع الكم نفسه. وهنا هقص الكم بتاعي لحد ما اوصل لمنطقة الاسورة اللي هي زايدة عندي 8 سنتي علشان الكسرات، وهقص منطقة الاسورة عشان يبقى نهاية الكم عندي، يبقى شكل الكم خلاص اتقص يعني. القماشة بتزحلق جدا وناعمة خالص، فمش عارفة التعامل معاها، لازم يبقى بحذر. خلاص قصيت منطقة الاسورة، هو ده شكل الكم. بس ما تنسوش ان بيبقى عندي اختلاف في الامام عن الخلف 1 سنتي في راس الكم، في نص راس الكم اللي من تحت. هجيبه تاني وهثبته مكانه زي ما هو. وهاخد اول حاجة، بس عيني مرتاحتش للقص قوي فظبطت كده مسافة صغيرة جدا 2 سنتي كانوا عايزين يتظبطوا عشان يبقى الخط مدمج مع بعضه الدايرة حلوة. بعد كده هاخد اول طبقة من الطبقتين القماش اللي انا بشتغل عليهم، لان انا بشتغل على كم واحد بس مش كمين مع بعض. وهاخد النص الدايرة اللي تحت وهعملها هقلل منها 1 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، وده هيبقى شكل الكم. الكسرات اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي هتتعمل من الزيادة اللي في الكم. مفروض ده راس الكم اللي من فوق،
ودي ال12 سنتي زيادة هما اللي هيعملوا معاكم البومبيه والكشكشة اللي انتوا كنتوا شايفينها. اما ده شكل الكم من تحت، الكسرات اللي في الاسوره. لحد هنا كده خلاص خلصنا الكم مع بعض. اتمنى منكم الدعم